في عندنا سؤال بنتسأله كتير دايما. انا معايا التأشيرة الامريكية وعايز اسافر. السفارة بتديلي صلاحية 5 سنين، او السفارة بتديلي صلاحية 10 سنوات بالنسبة للجنسية السعودية. في حاجة مهمة جدا، عندك 3 انواع من الناس بيستخدموا التأشيرة الامريكية لثلاث اسباب. واحد بيسافر سياحة عادي جدا لمدة اسبوع او 10 ايام او اسبوعين وبيرجع تاني، وبيكرر السفريات بتاعته على غرض السياحة. واحد بيسافر لمدة شهر او شهرين او 3 على حسب هو بيعمل ايه هناك، سواء بيشتغل غير قانوني او هو بيسافر لقرايبه او هو بيسافر لاصحابه، او هو مثلا عنده مكان بيكون عنده اقامة هناك لاي سبب كان، على حسب بيقعد مع مين او قرايبه او ايا كان هو مين. فهو مش بيتكلف في الإقامة أرقام كبيرة. وشخص تاني بيروح أمريكا وبيقعد 3 شهور و4 شهور و5 شهور و6 شهور إلا أسبوع، علشان السفارة بتسمح له أو الإميجريشن بيسمحوا له إن هو بيقعد 6 شهور داخل أمريكا. هل التلاتة مختلفين؟ ايوه التلاتة مختلفين، وخلي بالك علشان التأشيرة بتاعتك هتكون معرضة ان هي يتعمل لها كانسليشن في اي وقت، او هيتعمل لها ريفوك لاي وقت، اللي هو الالغاء للتأشيرة بدون علمك. هيحصل كده على مدار السنين. لو ما حصلش ده، في افتراضا للشخص اللي بيقعد 3 شهور و4 شهور و5 شهور، لان انت دلوقتي مش قاعد لغرض السياحة تماما. حتى لو كان ده غرض السياحة، فانت مثلا في اشخاص بتشتغل فريلانس، مثلا بتشتغل ريموتلي، فهو عنده مصدر دخل، فما فيش ما يدعوك ان انت تقعد فترات 4 و5 شهور على تكلفة كبيرة جدا. انت هتكون مش في استطاعتك ان انت تغطي النفقات دي. قدام السفارة انت دلوقتي مش سايح، قدام السفارة انت دلوقتي شخص خالفت القوانين اللي انت اخدت عليها التأشيرة. واحد هيقول لك انت دلوقتي سافر 4 شهور وارجع، اطلع شهر وبعدين رد تاني، اطلع شهرين وبعدين ارجع تاني، سافر اقعد 3 شهور واقعد 5 شهور واقعد 5 شهور و20 يوم. مفيش اي مشكلة خالص. انت ممكن خلال ال5 سنوات بتوع التأشيرة بتاعتك او ال10 سنوات التأشيرة بتاعتك هتكون شغالة عادي جدا. ولكن لما تيجي تجدد هتلاقي مفاجأة مش هتعجبك، ان السفارة رفضت تجدد لك التأشيرة بتاعتك. ليه؟ علشان انت قدام السفارة دلوقتي في حاجة اسمها اي 94. ده في الترافل هيستوري بتاعتك على دخول امريكا والخروج، دخلت يوم كذا وخرجت يوم كذا. دلوقتي حتى في معظم المطارات ما بتعملش ختم دخول ولا ختم خروج على التأشيرة. هو في العادي اصلا ما بيعملش ختم خروج. ختم الدخول دايما كان بيعملك الختم وعليه 6 شهور صلاحية اقامة داخل امريكا. هو بيديلك الصلاحية دي، ولكن هو مش عندك الحق الكافي انك تقعد 5 شهور و4 شهور وبعدين ترجع تقول هم هيجددوا لي وانا قعدت وطلعت وطلعت ودخلت والدنيا تمام وزي الفل. السفاره لما بتيجي تعمل تجديد اللي هو بالويفر ليتر، ده بالنسبه للجنسيات المصريه، علشان انت دلوقتي من حقك تجدد عن طريق ان انت بتعمل ويفر ليتر لو صلاحيه التاشيره بتاعتك ما عداش عليها 12 شهر، وانت مسموح لك تجدد التاشيره بدون مقابله في السفاره الامريكيه. هتلاحظ ان انت لما تقدم طلب التجديد هيجي لك طلب ان انت لازم تروح مقابله في السفاره علشان يسالك على شويه حاجات. المفاجاه هتبقى بالنسبه لك، انت ليه بتكون موجود في امريكا لمده 4 شهور و5 شهور؟ لو انت ما عندكش اي emergency كيس، او عندك حاجه حصلت لك لا قدر الله من الطوارئ او ازمات او حالات علاج على غير مثلا حاجه جات لك لا قدر الله فجاه، وعندك اثبات طبي موثق من هناك، فالسفاره هيبقى عنده قرار من اتنين: يا اما هيرفض لك التاشيره بدون ما يرجع لاي استفسارات، يا اما هيحولك على الاجراءات الاداريه وهيرجع للمستشفى او للطبيب اللي كان بيعالجك. السفاره دلوقتي ما بقاش فيها تهريج، ولا بقى فيه زي زمان انا هسافر وارجع وهقضي وقتي وهشتغل وهخلص وهرجع وهروح وهرجع وهروح وهرجع. لو انت من اتراك رقم 3 من الاشخاص اللي بيستخدموا التأشيرة لمدة اكتر من 4 شهور و3 شهور والفترات دي، فاعرف ان انت مش هتجدد التأشيرة بتاعتك تاني مدى الفترة اللي انت بتحصل عليها. على الاقل خالص هيكون معمول لك بلاك ليست
هل ده حقيقي هيتعمل لك بلاك ليست؟ الله اعلم، لان احنا ما بنعرفش السفاره اخذت قرار ايه ومكتوب ايه ورا الشاشه اللي قاعد فيها الاوفيسر. هو انت مش هتكون عارف هو كتب ايه، ولكن تاكد ان انت مش هتحصل على التاشيره لفتره كبيره جدا، ولان مفيش عندك مبرر لان انت قعدت فترات كبيره. طيب الناس اللي بتسافر لمدة أسبوع و10 أيام، لو سافرت 50 مرة في السنة سافر زي ما أنت عايز. أنت قدام السفارة دلوقتي، أنت راجل سائح أو راجل بتسافر تخلص أعمال هناك، على حسب أنت صاحب شركة أو أنت بتعمل اجتماعات، بتشتري حاجات وترجع، بتشتري منتجات وترجع، بتعمل تعاقدات مع الشركات هناك وترجع. فأنت بالنسبة للسفارة أنت بتفيد البلد مش بتضرها. انت الشخص التاني اللي بيقعد شهر واتنين، على حسب لو هو عنده سبب قوي وكان بيذكر ده في الابليكيشن. افتراضا مثلا ام فاضله كبيره في السن، عندها بنتها عايشه هناك معاها جرين كارد او عندها جنسيه امريكيه، وهي كانت ذكرت ده في الابليكيشن، فهي مش هيبقى عندها مشكله في التجديد. بالنسبه للاشخاص اللي بيذكروا ان هم عندهم اقارب من الدرجه الاولى في امريكا في الابليكيشن بتاعه، وقعد فتره شهر او اتنين، مش هيبقى عندك ادنى مشكله تماما في التجديد في السفاره الامريكيه. افتراضا واحد مثلا سنه صغير وقال ان هو هيروح يزور اخوه مثلا عايش هناك، وبعدين قعد 3 شهور و4 شهور ورايح جاي رايح جاي على الفترات دي، برضو انت هتبقى قدام السفاره ان انت بتروح تشتغل هناك غير قانوني، وبتاخد فلوسك كاش اون هاند او على حسب انت بتتعامل ازاي، وهتبقى مخالف للقوانين اللي انت اقريت بيها قدام السفاره ان انت مسافر لغرض السياحه. ما تحاولش تخسر التأشيرة بتاعتك، ولو عندك أي غرض تاني لغير الزيارة أو السياحة، فأنت هتبقى ضريت نفسك في التجديد بالنسبة للتأشيرة الأمريكية.